السلام عليكم البنات، جبت لكم الزيوت. ها هما عندي هنايا. كاين زيت الافوكا، زيت القرفة، زيت الكاليبتوس، زيت الريحان، القرفة، الافوكا، زيت الكاليبتوس بالنسبه اللي كيضربوا البرد بزاف كل شيء، قطرات وكيديرهم في الماء سخون ويحاول يشمهم. القرفه كذلك، الريحان ها هو، زيت الجوز، زيت بذور الكتان، هذا زيت السدر، زيت السذاب او الفيجل، احنا نقولوا له في المغرب الفيجل، زيت الحلبة، زيت الورد. عندي زيت الورد وعندي روح الورد، الروح نتاع الورد هذه، وهذا الزيت. عندي زيت النعناع بالنسبه للبنات اللي كيديروا الحلويات وكل شيء، كيجي زوين في الحلوه هذا النكهه ديالو، او اللي كتصايب دونتيفريس كذلك، الماسكات. المهم هاد الزيوت جد فعاله. زيت الخزامه، زيت اكليل الجبل. وكاين بعض الزيوت اللي مازال ما جبتش الكرتونه، تنجبدها ان شاء الله ونزيد نسجلها معكم. اللي احتاج شي زيت يتواصل معي على الراس والعين. عندي هاد الزيت فيها هذه مجموعه من الزيوت لتساقط الشعر او القشره، هنا مكتوبه بالفرنسيه وهنا مكتوبه بالعربيه. ضد قشرة الشعر، منع تساقط الشعر، نمو الشعر، تغذية الشعر. هذه مجربة، هذه جد فعالة. المكونات كاينه زيت العرعار، زيت القطران، زيت اكليل الجبل، زيت السرو، وزيت اللوز العذب. والطريقة تاع الاستعمال، تدلك بها فروة الشعر، هذا الزيت، وتخليها في الشعر نتاعك، تتركيها في شعرك تقريبا ساعتين حتى ل3 ساعات، يعني على الاقل واحد يخلي واحد الزيت في شعره. وتستعمل مرة او مرتين في الاسبوع، وتاخدي من بعدها دوش. هذه جد فعالة هذه، ومجربة يعني. هي 100% ناتشورال، كلها زيوت طبيعية. السلام عليكم.